أهلا بيكم. أنا دكتور كمال شلال، استشاري أمراض النساء والتوليد. من أول لحظة بتاخدي فيها قرار الحمل بيكون حلمك إنك تولدي طفل سليم صحته كويسة، وبيفضل الموضوع ده مأثر على تفكيرك طول فترة الحمل. أي حاجة بتتعرضي لها أو بتحصل لك بيكون السؤال الأول دايما ليكي يا ترى إيه تأثيرها على الطفل. ممكن ما تسأليش على تأثيرها عليكي أنت شخصيا، لكن بتهتمي تعرفي إيه تأثير الحاجة دي على طفلك. والخوف الأكبر دايما بيكون من حصول تشوهات للجنين. إيه هي الحاجات اللي ممكن تؤدي لحدوث تشوهات للجنين وإزاي تقدري تتفاديها؟ يلا بينا نعرف مع بعض. أول 3 شهور من الحمل هي الفترة اللي بيتكون فيها كل الأعضاء الحيوية بالنسبة للجنين، علشان كده هي فترة حساسة جدا، وأي مؤثر خارجي في ال3 شهور اللي قبل الحمل أو في أول 3 شهور من الحمل ممكن يسببوا تشوهات في الجنين. يا ترى زي إيه؟ نقص حمض الفوليك أو فيتامين B9. حمض الفوليك مهم جدا لنمو الأنبوبة العصبية للجنين اللي منها بيتكون المخ والحبل الشوكي. والأنبوبة العصبية بتتكون في الأسبوع الخامس من الحمل، يعني ممكن أصلا من قبل ما تعرفي إنك حامل. علشان كده دايما بننصح السيدات إنهم يبدأوا في تناول حمض الفوليك من قبل الحمل ب3 شهور وفي أول 3 شهور من الحمل، لأن نقص حمض الفوليك ممكن للأسف يؤدي لتشوهات مميتة للطفل بعد الولادة مباشرة. ارتفاع سكر الدم. لو أنت مريضة سكر، ارتفاع سكر الدم عندك في فترة أول 3 شهور من الحمل ممكن يؤدي لمجموعة من التشوهات في معظم أجهزة الجنين، زي القلب والرئتين، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي والكليتين. علشان كده بننصح مرضى السكر من النوع الأول والثاني بضبط معدلات السكر قبل أي محاولة لحدوث الحمل. الأدوية. لو كنت قبل الحمل بتاخدي أي نوع من أنواع الأدوية، زي أدوية علاج الاكتئاب أو بعض الأمراض المزمنة زي أمراض القلب أو ضغط الدم أو السكر أو الصرع، لازم تراجعي الأدوية دي مع دكتور النساء والولادة الخاص بيكي قبل محاولة الحمل، علشان في حاجات مسموحة وحاجات ممنوعة، فنقدر إن احنا نبدل الحاجات الممنوعة مع الحمل بحاجات تناسب الحمل. التدخين ممكن يؤدي إلى مجموعة من التشوهات زي الشفة المشقوقة أو الشق الحلقي، إلى جانب ارتباط التدخين بظاهرة الموت المفاجئ للأطفال أقل من عمر سنة. علشان كده بننصح بالتوقف عن التدخين قبل حدوث الحمل وأول ما تعرفي إنك حامل. المشروبات الكحولية. تناول المشروبات الكحولية في بداية الحمل بيؤدي للإصابة بمتلازمة الطفل الكحولي أو اللي بنسميها الفيتال الكحول سيندروم، وفيها بيصاب الطفل بمشاكل عقلية متعلقة بالسلوك والقدرة على التعلم قد تصل لحد الإعاقة الذهنية. علشان كده بننصح بالتوقف عن تناول المشروبات الكحولية طوال فترة الحمل. في النهاية، عشان تحافظي على طفلك من حدوث تشوهات في فترة أول 3 شهور من الحمل، تشيك ليست سريع. كملي تطعيماتك الناقصة، ابدأي بتناول حمض الفوليك قبل الحمل وفي أول 3 شهور من الحمل، راجعي الأدوية اللي بتاخديها قبل الحمل مع دكتور النساء والولادة عشان يوقف لك الحاجات الغير مسموحة. لو أنت مريضة سكر لازم تظبطي معدلات سكر الدم عندك قبل محاولة الحمل. تدخين، المشروبات الكحولية لازم تتوقفي عنهم تماما قبل بداية الحمل وأول ما تعرفي إنك حامل.